السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا احلى متابعين في الدنيا؟ النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم البيتزا بطريقة سهلة خالص. اتمنى ان الفيديو يعجبكم. لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسونوش باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. زي ما انتوا شايفين الصينية دي طبعا انا بعملها حجم كبير عشان احنا عيلة. طبعا انت بتحط كمية الجبنة اللي انت عايزاها، وراك ازاي تكون هشة معاكي وطالعة احسن ان شاء الله من بتاعة المحل اللي انت بتشتريها منها الحتة قد كده ب50 او ب60 جنيه. طبعا انت بتحط المكون اللي انت عايزاه. لو انت حابة بقى تعملها باللحمة المفرومة، تعملها بالفراخ، تعملها اي حاجة انت حابة تعملها بيها براحتك خالص. انا هعملها النهاردة سادة خالص بشوية جبن وخلاص، وشوية الزيتون وشوية فلفل وخلاص. هنا بقى معايا الدقيق، طبعا نخلته حلو ونضفته. وبعد كده حطيت اعتبر نص معلقة خميرة، لان انا عاملة يجي 3 كوبايات دقيق. وحطيت شوية بيكنج باودر، وهحط معلقتين سكر او 3. انا حطيت معلقتين سكر وحطيت معلقة كبيرة ملح. ومعايا هنا لبن هعجن بلبن. طبعا نسيت احط معلقة خل، احط برضو معلقة خل بيخلي العجينة معاكي حلو. بس هنا خلاص هحط تقريبا ربع كوباية زيت. هدوب بقى الزيت بالعجين يعني. هدوبه حلو كده في قلب العجينة، وبعد كده هسيبها تخمر ربع كوباية زيت. هنا بقى خلاص كنت لمته، شايفين نضيفة الزن وحلوة وما بتلزقش في الايد ولا حاجة خالص. العجينة معايا مظبوطة وتمام. هنا بقى هغطيها بكيس وهحط برضو عليها فوطة او حاجة تقيلة عشان تعمل معاك على طول. هنا بقى تسيبها تخمر يعني براحتها خالص. وهتجيب بقى هنا بصلاية طماطمتين او 3 حسب الكمية اللي انت تحبيها. انا بحب الصلصة عليها ياما، وهحط عليها فلفل وهحط عليها توم والتوابل بقى اللي انت عايزاها. دي خلطة من اللي انا عاملاها، عليها توم وعليها ليمون وعليها خل وفلفل وكمون وكزبرة، عليها يعني توابل ياما، فانا بحط منها بختصر يعني. وهحط برضو شوية شطة، واحط شوية بابريكا، شوية فلفل اسمر، شوية كمون. تحط التوابل اللي عندك موجود في بيتك حطيه. وهحط الملح واحط معلقة سكر ومعلقة خل ومعلقة زيت. واحط بقى المكونات ده على النار. الصلصة دي تخلي طعم البيتزا معاكي حلو. واحط ربع كوباية مية كده واحطها تغلي غلوتين، وبعد كده هضربها في الخلاط واحطها تغلي برضو غلوتين. بس كده. عايزه اقول لكم ان انا كنت ناسيه التوم فطلعته من الفريزر، واخدت معلقه صغيره كده حطيت عليه. طبعا هنا خلاص بعد ما خمرت احط معلقه زيت كده في الصاج وافردها. وبعد كده هجيب العجينه معاكي. العجينه بتفرد معايا بكل سهوله زي ما انتم شايفين. هفردها انا بقى مع نفسي عشان ما اطولش عليكم الفيديو. وهجيب طبعا سبتها ريحت الاول شوي. سبتها ريحت تقريبا ربع ساعه بعد ما فردتها في الصاج عشان تطلع معاكي العجينه هشه وحلو. هخرمها كده بالشوكة عشان خاطر ما تجبش وتبوظ معاك الحشوة يعني. احط بقى الصلصة عليها. طبعا انت بتحط الصلصة على حسب الكمية اللي انت تحبيها. بصراحة انا بحب الصلصة على العجينة يعني. وبعدين الصلصة ده انا خدمها فبتطلع معاك النتيجة حلو. وهنا برضو قطعت جرنين فلفل كده ورشته كده عليها. وهحط زيتون وطبعا بتدخلها الفرن وما بتحطش الجبنة الا الاخر خالص. هحط بقى الجبنة زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم والله ان عيالي ما بيحبوش لا عليها لا زيتون ولا جبن. بقعد اطلع لهم الزيتون والجبنه كده من البيتزا. هما بيحبوا العجينه بشويه الصلصه وخلاص. طبعا انا مش هحط جبنه ياما عشان زي ما قلت لكم يعني ما بيحبوش عليها الجبن. طبعا انت بتحط جبنه حسب ال- الامكانيه يعني اللي عندك، تحط براحتك زي ما انت عايز. هنا خلاص كنت دخلتها الفرن وطلعتها. طبعا ما بتغمقيش الجبنه جامد، يا دوبك بس كده بتسيح وبعد كده بتطلعها على طول. همسك بقى اقطع كده.
عايزه اقول لكم احسن من اللي انت بتشتريها من بره. عندك لحمه بقى مفرومه، عصجيها وحطيها. عندك مثلا فراخ. اي حاجه في بيتك موجوده في بيتك اعملها بيه. ما عندكيش حاجه زي ما انا ما كانش عندي كده، حطيت شويه صلصه وحطيت شويه فلفل والجبنه والزيتون بس كده. ما فيش احلى من كده والله صدقوني. طبعا هنا كانت واخده لون حلو كده. وده كان فيديو النهارده، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو بالله عليكم ما تنسونوش باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان كل ما نزل فيديو يوصلكم. ولازم تدخلوه على درجة حرارة عالية وتسخنوا الفرن قبلها مثلا ب10 دقائق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.